السلام عليكم. اهلا بيكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل سلطة كلنا بنحبها، وكل الشباب بيحبوها، كل الكبار بيحبوها والصغيرين. هنعمل سلطة كول سلو. الكرنب. كرنب، عارفين طبعا كلنا الكرنب ده. ده كرنب السلطة، هو بيبقى صغير كده ومتواجد اليومين دول بكثرة في الأسواق، ورخيص كمان، سعره رخيص، والجزر كمان سعره رخص. فقلنا ننتهز الفرصة ونعمل السلطة دي، يا رب تعجبكم. المكونات: جزرتين مبشورين، والكرنب ده هنبشره دلوقتي، ومعلقتين مايونيز، ومعلقتين زبادي، وسكر وملح، ومعلقتين خل. هنجهز الحاجة والكرنب وكده ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا. احنا كده بشرنا الكرنب بتاع السلطة، يا اما بالمبشرة يا اما بالسكينة، بينفع يعني دي او دي. وبرضو الجزر بشرناه بالمبشرة زي ما انتم شايفين. هي سهلة جدا يا جماعة. هنضيف الجزر على الكرنب، سهلة وسريعة ورخيصة، وهتلاقي اقبال شديد من الولاد اللي هم مش بياكلوا خضار. هيبقى سهل جدا ان انتوا تاكلوهم خضار. هنقلبهم مع بعض، وبعد كده نجهز الصوص بتاعنا اللي هنحطه عليها. نجهز الصوص. ادي المايونيز، معلقتين مايونيز ومعلقتين زبادي زي ما انتم شايفين كده، وهنحط الخل، ونحط السكر والملح، نقلبهم ونرجع لحضراتكم. شايفين جمال الالوان؟ شايفين الوانها عامله ازاي؟ جميله جدا. احنا كده جهزنا الصوص اللي هنحطه بقى فوقيها زي ما انتم شايفين كده. ونقلب. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ الاولاد بيحبوها جدا على فكره، بيحبوها بقى مع البيتزا ومع المكرونات والحاجات دي، بيحبوها جدا جدا. جربوها وانتهزوا فرصة الجزر والكرنب السلطة ده رخيص. جربوها واعملوها، وهي بتتحط في التلاجة شوية علشان المكونات اللي فيها تاخد من طعم بعض، وبتبقى جميلة جدا. وده شكلها النهائي بعد ما ضفنا كل الإضافات. ايه رأيكم يا جماعة؟ شكلها جميل جدا. ياريت تجربوها وتقولي رأيكم، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى متابعين حبايبي، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من تعليقاتكم الجميله. اشكركم واترككم في رعايه الله. السلام عليكم.